اليوم راح اسوي انا وياكم هاي الكيك اللطيفة اللي على شكل دب. سويتها لعيد ميلاد بنتي بمكونات متاحة للجميع، بدون عجينة سكر، بدون فلين، بدون رايس كريسبي، كلها بالكامل مصنوعة من الكيك والشوكولاتة. قبل ما ابدي، اني سارة خاتون، لا تنسون تتابعوني على الفيس والانستغرام وتشتركون بالقناة. خلينا نشوف ايش سويت. اني سويت اول يوم الكيكات وخليتها بالثلاجة، وراح احط لكم الوصفة تحت الفيديو. بديت احشي بالكيكة، سويت الحشوة سنيكرز وشوكولا. طبعا انصحكم بالكيك اللي يكون نحت او طوابق يكون الحشوة ثقيلة حتى تتحمل الضغط والوزن مال الكيك. وصفة الكراميل راح انزل لكم اياها ان شاء الله بالفيديوهات القادمة. الحشوة صارت تجنن، بس اني ما كثرت، ما سويت يعني طبقة الحشوة ثخينة حتى لا تتحرك الطبقات. بالنسبة للكريمة، أنا استخدمت جناش يعني شوكولا وكريمة، وخلطت وياه كمية من الزبدة. صراحة الزبدة بدت تفصل، بس يعني مش الحال. تقدرون تسووا كريم شانتيه، بس أنصحكم تكون كريمة زبدة أو جناش. شوفوا الكيكة ثاني يوم بعد ما حشيتها، أو مو ثاني يوم، خلينا نقول سويتها الصبح وهاي العصر، بردت تماما، متماسكة وحلوة. لذلك ما أنصحكم أي كيك يكون بيه نحت تسووه بالكيك الاسفنجي، خصوصا الكيك الاسفنجي اللي هو بدون محسن، يعني كيك الفصل أو كيك الجينواز، يعني يكون كلش طري. طبعا جهال قابلوني وينتظرون أنطيهم قطع مال كيك، بس بديت أقصقص. المهم الاختيار هنا كان على كيكة تكون، أنا أسميها كيكة البراوني لأن هي شوية ثقيلة، طبعا كلش طيبة بس مو مثل الكيك الاسفنجي. تبدون تنحتون بهاي الطريقة شوية شوية. أنا خليت هاي الكرتون حتى ساعدني، واللي ساعدني همين الستاند. أنا هذا هو مو ستاند مال كيك، هو طاولة دوارة لمة يعني القصاقيص مال الكيك كليتها. تقدرون همين تحطون تحتكم شرشف أو مشمع. مثل ما تشوفون الكيكة لأنه باردة متماسكة زين، ولأنه أنا مستخدمة مواد ثقيلة شوية بالحشو الصقل. الشغلة الثانية أنه تستخدمون سكين تكون صغيرة وحادة بنفس الوقت، راح أساعدكم هواية بالتقطيع. هنا أنا دا أسوي الراس، فراح أقص كمية أكبر. طبعا هذا اللي راح نقطعه كليته راح نستخدمه، راح ناخذه مثل ما تشوفون أنا حافظت على نظافته، وحطيته كله بكاسة على مود أقدر أستعمله بعدين إنه أسوي بيه الأطراف، الإيد والرجل مال الدبدوب. طبعا بالصقل إذا عندكم من هذه الكاشطة اللي تكون مرنة كلش، يصير شبه شفافة، كلش حساعدكم. أنا هنا بما إنه بعدني جاية جديد لكندا وما عندي هواية أدوات ما متوفرة، فاستخدمت هذه البلاستيك. بس كنت أحاول إنه أثنيها بإيدي بالشغل. هسه راح أشوفكم شلون. طبعا لازم ورا ما تقطعون تنطون طبقة كلش خفيفة. أنا بما إنه كنت حاطة ببالي راح أسوي الدبدوب كله شعر يعني من الكريمة أو فرو، فبديت أغلفها بكمية قليلة من الكريمة، يعني مسح يا دوب مسح على مود لصير الكريمة مالتها ثقيلة، وهمين بعدين من أحط الفرو مال الدب يبدي يوقع ممكن. هاي الطريقة اللي قلت لكم تعوجون الكاشطة، عوج بإيدكم بحيث تصير دائرية. هسه بواقي الكيك الباقية راح أبدي أعجنها. طبعا هذه نفس الطريقة احنا اللي نسوي منها الكيك بوبس، نفس الطريقة بالضبط. الكيك بوبس أي كيك عندكم بواقي بالعالم تعجنوه وتكوروه. هنا بدل ما راح أكوره أنا راح أستخدمه أسوي بيه الإيد والرجل مال الدبدوب. طبعا هنا ظليت محتارة إنه أحط كرتونة بين الطبقتين لو لا، بعدين إنه قررت إنه ما راح أحط لأن الكيكة لازم أروحها. بس أهم شي تخلون أعواد للتثبيت لأن هاي راح تنحسب طابقين. ملاحظة أني هنا الراس حسيته بعدين كبير. هنا بيجي أشكال مجسمات يفضل تاخذون رأي أحد، يعني مرات الإنسان ما يلاحظ، فكلهم قالوا لي راس كبير، فبعدين صغرناه. يعني رجعت عدت النحت مالته وهو على الكيكة صغرته. تثبتون الإيد والرجل بهاي الطريقة وهي راح تلزق كلش زين لوحدها، ما تحتاج شي. إذا تريدون تطلعوها الأطراف متساوية استعملوا الميزان. هنا رجعت شلتها وزنتها يكون نفس الوزن حتى يطلع نفس الحجم. طبعا هنا أول محاولة حاولت أجرب أسويه هذه الفورمة اللي هي نسوي بيها الحشيش. المشكلة بالقناش أو كريمة الزبدة يبدي يسيح بحرارة الإيد، يعني أول كم قطعة أوكي. جربت أقص الشيز هيجي أسوي ثقوب أكبر، ما فاد نفس الحالة، بدأت تسيح وتصير مي. فقررت إنه أسويها بالشوكة بشطل بهاي الطريقة، وحسيت إنه فعلا يعني نفس النتيجة. طبعا أنا ما صورت لكم الخشم مالت الدبدوب والإذانات، بس هي سويتها بنفس الطريقة مال الإيد والرجل، نفس الطريقة بالضبط من عجينة الكيك بوب. هسه راح نسوي
الأجزاء المدورة اللي هي العيون والأنف مال الدب، هنا أنا راح أستخدم فشي اسمه الموديلينج شوكولات، اللي هي عبارة عن شوكولاتة وجلوكوز. تكون مثل الشوكولا مرنة وبس تعفوها تنشف تتحجر. راح أنزل لكم الطريقة مالتها إن شاء الله بالفيديو القادم، لا تنسون تشتركون. كلش سهلة وكلش مفيدة ولذيذة بنفس الوقت، تغنيكم عن عجينة السكر. شوفوا حتى نقدر نسوي بيها ورود وأشكال، بس الشغل وياها مو نفس الشغل ويا عجينة السكر، لأنه مو مطاطة. يعني ما أقدر مثلا أفرشها بالشيبق أو أغلف بيها كيكة كاملة. أنا احتاجيت بس القلب والعيون والخشم، فما كنت أريد أشتري عجينة السكر. سويت منها القلب. شوفوا يعني ما صعب تستعملون وياها الشيبق، فتضغطوها هيك بإيدكم. الحلو بيها انه رأسا تتحجر، يعني ما تحتاج تنشفوها مثل عجينة السكر، وبالاخير هي شوكلت يعني راح تنأكل، مو مثل العجينة تنشمر. كتبت عليها الاسم بالقلم الغذائي، شوية معاناة لانه دهينة يعني، فهذا الحبر الغذائي يقطع على اي شي بيه دهن. بس يعني بالنتيجة انه كان واضح. بعدين قررت اسوي له فد اطار مثل الفينتج بنفس القلم، وشوفوا بس افتى بالثلاجة 5 دقايق صار كلش متماسك. وهذا الدبدوب مالتنا كمل عامل كيك وشوكولا. طبعا القاعدة أنا طابقة كرتونتين لأنه ما لقيت قواعد فلين. المفروض تعملون قاعدة فلين حتى تحمل الوزن. صار كلش ثقيل صراحة، وصعوبة شلناه رحنا للمتنزه، بس بالنتيجة الكل عجبهم. ويعني فرحانة إنه قدرت أسوي هيك شي بأدوات بسيطة، لأنه قلت لكم جايين جديد البلد جديد، ما عندي أنا كل المعدات مال التزيين. وهاي الكيكة كانت طبعا بعدها باردة لحد ما وصلنا ورتبنا المكان وقطعتناها. إن شاء الله عجبكم الفيديو.